يلي بده يتحدى هي الحارة من قدها. يعود مسلسل باب الحارة أو حارة الضبع بجزئه الثامن ضمن الإطار ذاته للحكاية الشعبية وشخصياتها الافتراضية المستوحاة من النسيج الاجتماعي للشام، ولكنه يحمل معه تغييرات مفاجئة. وحرمي ولو كانت أمكن هي رح تمشي كلمتها وعلي، وأنا شواربي عزمي شواربك أنت يا لا، وما صار لي شيء ونعطي قصة رجولتي. رياح التغيير في مسلسل باب الحارة بجزئه الثامن يراها المشاهد للمرة الأولى. يلا على البيت خلصوني. نعم عليك. لك شو بدك تروحوا؟ طيب انا بفوت بحضر الفيلم بطلع بحكي لك مليان. وللمرة الأولى أيضا نشاهد جامعة دمشق في ثلاثينيات القرن الماضي مع ما تحمله تلك الحقبة من صراعات وتداعيات انعكست على المجتمع وبرزت في المواجهة بين التطرف الديني والعلماني. لكولي على قامتك شو ما فيك ناموس، عامل حالك رجال متمسكن متغطي بثوب الدين وجاي لعندي، لك الدين بريء منك ومن أمثالك. في باب الحارة تطور للحركة النسائية وبداية مشاركة المرأة في المجتمع. عم تحكي جد؟ بدك يعني اطرح حقوق المرأة بمجتمع محافظ؟ الحقوق حقوق سواء بمجتمع محافظ أو غير محافظ. لا تسر ايدك. تعال اسمع ابي، تعال اسمع على السمعة. هات تشوف سمعنا. بدك تروح مع دلال بالطلاب عصام على الجمعية وبدك تتعلم الفرنساوي كمان. باب الحارة تقتحمه هذه السنة شخصية جولي أو سلافة وخرجي الشابة التي ستدافع عن نساء ورجال الحارة وتحكي معهم لغة حقوق الإنسان. أنا جولي حاج، خريجة معهد الحقوق وبشتغل محامية ورح درسكم مادة العقوبات. قبل ما نبلش أنا حابة أحكي لكم شوي عن تأسيس الجامعة السورية، لأنه لازم نعرف تاريخ المكان اللي نحن فيه، وطبعا تاريخ أي جامعة ما بينفصل عن تاريخ البلد اللي جولي المناضلة ستجذب إلى النساء رجال الحارة.